صباح الخير عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه تم حال. صلوا بينا على النبي كده بقى، وتعالوا نشوف إيه الحله ديت. بصراحه هي قديمه عندي وعايزه انضفها. تمام. هنشوف بقى الايه الصابونه اللي بيقولوا عليها ديت، اللي هي يعني راكبه الترند اليومين دول، ان هي بتنضف من غير اضافات وحاجه مكون بسيط عندك في البيت. تعالوا بس نشوف الحل قبل وهنشوفها بعد. بصوا، ديت انا ما كنتش عايزاها، كنت مخليها فوق الطيور، فانا قلت اما اجرب الصابونه كده ونشوفها ايه هتعمل معايا ايه. ودي الحله قدامه عينكم اهو. بصوا بحاول منها كده. بصوا يعني والله العظيم انا كده كده كنت هرميها، بس انا قلت ايه اعمل لكم فيديو فيها ونشوف الصابونه دي ايه حقيقيه ولا لا. بصوا، دي صابونه وش عادي اي نوع انت عايزاه. بصوا دي بروه، يعني لو انت عندك بروه كده على الحوض مش بتستفادي بيها باي حاجه وطلعتي واحده جديده، استخدميها في حلل الالومنيوم. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. بس قبل كل شيء انزلي حطي لي لايك يا قمر واثبتي وجودك وشاهدي معايا الفيديو للاخر. ويلا تعالوا نشوف بقى كده ايه المكون اللي بيقولوا عنه، اللي هو يعني بيلمع الالومنيا بيخليها لك زي الفضه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي الصابونه اهي، وادي حته السلك بس من غير اي حاجه خالص. نشوف بقى ايه بيقولوا عليها، ان هي بتنضف من غير اضافات ولا قربانات ولا ملح ليمون ولا اي حاجه خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده. فانا هعملها معاكم عمل كده وانتوا تحكموا في الاخر. تمام اهو. بصوا طبعا انا كنت هرميها مش هستخدمها. بصوا حبايب قلبي، طبعا دي ايه حاجات متسخه كده من عند البط. هنزلها بس الاول بسلكه وحشه كده عشان ايه احنا عايزين نلمع. طبعا انا المفروض كنت بوشتها، بس انا قلت عشان خاطر ايه اعمل معاكم الفيديو ده. بصراحه ايه قلت اجرب. يلا بقى نشوف ايه هلمعها ازاي. بسم الله كده. ادي الصابونه بتاعتنا. والله كنت هرميها او كنت احطها في الغساله اما نيجي نغسل. بصوا ده ما بضغطش زي ما بيقولوا. بصوا بغسل عادي. انا رميها والله في الصبح، يعني كنت حاطه فيها ميه للبط وهو يعني عمره اسبوع كده او اسبوعين لما شد حيل. بصوا صابونها نغسل بقى كده ونشوف بتلمع ولا ما بتلمعش. انا بصوا ما بضغطش والله، انا ماشيه ايه بروحها كده عادي. اما نشوف. بس بصراحه شكلها يعني بتلمع حي وبتنضف. يعني انا والله العظيم ما حطيتش على اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده السلكه اهي وهي الصابونه حتى. بصوا البروه اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا ما عندناش اكتر من البروات بتاعت الصابون ده، نبقى حاطينها في الحمام ونطلع واحده جديده وهكذا. دوري بقى على اي حاجه عندك قديمه ما تستعملهاش وركناها من شكلها لمعاها كده وخليها لاي حاجه. قلبي بتاع الحله كمان. بس يعني احلى حاجه في الموضوع ده كله ان هي والله العظيم بتعمل رغاوي ما شاء الله، يعني رغاوي احلى من البرد. انا برضو هتقولوا الريحه ومش الريحه عادي، احنا ممكن بعد ده كله نحط نحط شويه بريل عادي اللي احنا بنستخدمه. بس اهم حاجه نلمع الحاجه الاول، وبعد كده ضيعي الريحه بالايه بالبريل اللي عندك، او حطي ليمونه ولا حاجه عادي ما فيهاش اي حاجه. وهي اصلا الحله دي بقى لها عمر عندي بصراحه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نشطفها
وما ضغطتش عليها كمان. طبعا اللي معاه ورق وغلط. ايه رايكم؟ لا فعلا تستاهل يا حبايب قلبي. بصوا لمعتها يعني والله يعني مفيش ضغط ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. ايه رايكم بقى كده؟ ايه رايكم؟ مالكوش دعوه باللي ورا، لان اللي ورا انا ما استخدمتهوش قد كده، ما استخدمش الصابونه فيه قد كده، وما ما دعكتهاش يعني زي ما دعكت قدام. بصوا يا حبايب قلبي ايه رايكم بقى؟ طب والله جميله، نتفت ازاي، احلى من الجديده دلوقتي. تعالوا نجرب في حاجه كمان. طبعا يا حبايب قلبي معايا اهو كوبايه المونيا. بصوا اهو معايا البراد بتاع الشاي. تعالوا بقى نشوف برضك هنعمل فيهم ايه، وهوريكم برضك عشان تبقى كل حاجه قبال عينيكم. بصوا ادي الكوبايه اهو، غسيل عادي يعني ما بضغطش. بصي عادي. ايه رايكم بقى؟ يعني حاجه بسيطه ومكون في البيت كلنا بنرميه، لا استخدميه بعد كده، حوشي بقى اي بروه تفيده عندك واستخدميها في تلميع الالومنيا بس. صراحه تديكي نتيجه جميله. والله انا ما كنتش متوقعه، كنت بقول لا طب يعني الصابونه فيها ايه عشان تدينا اللمعان ده كله. اتضح لي فعلا اللي هي اقوى تلميع في الصابونه ده اهو. بصوا يا حبايب قلبي ودي القلب اهو، انت اما ادعكوا برضو ادعكوا البراد برضو بالمره. والرغوه لسه موجوده اهو. يلا بقى كل اللي عنده حلل بتاعت والدته بتاعت سته بتاعت الاجيال الله يرحمهم دول، اجيال البركه والخير، تطلعيها بقى وطبقي الوصفه فيها على طول. بصي والله العظيم هتشرف يعني. الحاجات دي ما تلمعيها وكده تحطيها في المطبخ، لو اي حد جالك ولا انت تعملي اي وصفه في اي وقت ولا بتعملي اي اكله، تلاقي شكل المواعين كده تهبل بصراحه، بدل ما بتلاقي الطافيه بتاعتهم اللمعه بتاعتهم مطفيه. يلا بينا. بصوا طب والله حكايه. بصوا ما شاء الله احلى من البريل. يعني احنا بنجيب بريل ماركاه وما بيلمعش كده. عايزه بقى تضيعي ريحه بشويه بريل او بليمونه، اغلي ليمون في ميه. بصوا حبايب قلبي بصوا اللي معاه. اشيل الكوبايه الالومنيا برضو ولا ضغطنا ولا اي حاجه. يعني انت ممكن بقى كمان تضغطي على ضغطه كمان، ضغطه واحده بس. بصوا اهو بصوا اللي معاه. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ يلا بقى طبقوا الوصفه ديت. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك وينورنا في القناه ونضم لعيلتنا. ويلا سيبكم في رعايه الله وانتظرونا في الفيديو القادم.